صباحكم الله بالخير. يوم جديد ورحلة جديدة إلى الرياض لحضور وتغطية ديربي الرياض بين الهلال والنصر. صار لي فترة ما تواجدت في دوري روشن بسبب ظروف مختلفة. آخر ظهور لي كان في بداية الدوري، بداية الموسم اللي فات، لما غطيت الهلال مع الخليج في الدمام. بعدها تعرضت لإصابة وما قدرت، يعني إصابة كانت طويلة يعني أعاقت الحركة. وبعدها دخلنا على كأس العالم وكل الأمور. هالمرة نرجع في الشتاء ونرجع في مباراة كبيرة، الهلال والنصر. نشوفكم خلال تفاصيل الرحلة. دائما في رحلاتنا إلى السعودية، سواء بنروح الدمام، بنروح الخبر، بنروح الحساب، بنروح الرياض، الرحلات الجريبة يعني اللي بنروح خط بالسيارة، وفي بعضها نروح يعني سد رد. دائما لأن احنا من مناطق مختلفة فنتلاقى في نقطة معينة. مجمع المركادو مجمع صاير على الطريق بالضبط، عشان كلنا نركب في سيارة واحدة. بعدها ننطلق لين رجعنا، كل واحد يركب سيارته ويروح في طريق. ما يصير زحمة على أي أحد. الحين الساعة 8:15. ننتظر وصول الشباب حمد وباسم، وايضا عندنا واحد من الرابع ان شاء الله بناخذه من داخل السعوديه، لانه يدرس في السعوديه، فبناخذه من هناك وبنتوكل على الله. يعني بنيوي الخط ان شاء الله في الفتره الصباحيه، ومتوقع وصولنا الظهر. شباب، شو الامور؟ وين احنا الحين؟ احنا في بداية خط دقيق. ايش نسوي؟ ننتظر الزميل الرابع عشان ننطلق. صباح بارد. بعض الناس يا حمد قاعدين يبون ليسي. حار بارد. احساس ما في خب. حار حار يا قلب. احساس نعمه، بنجيب لك احساس نعمه، عرفت؟ هاي النقطه. شو تسوي انت؟ عندك اضاءات وحركات؟ احساس الكتاب هذه شوف لون الهلال. ايه، عندك كل الالوان فيه؟ ايه يا الحين 240 هذه لون هلالي. الله، ازرقونه. شوف جرب. وعندك اصفر بعد؟ اصفر فيه يعني بعد ندوره وايد بعيد. ابو حسن، شلون الاوضاع وياك؟ والله حماس والله. صراحة كلاسيكو عالمي اليوم. كلاسيكو والله ديربي. الكلاسيكو بيزعلون عليك. الكلاسيكو هو الهلال والاتحاد ترى. والله انا اعتقد انه ديربي. ديربي يوم كان بدون اجانب. بس الحين صار كلاسيكو صار. صار كلاسيكو. زعلوا ما زعلوا، وهي وجهة نظري. ايش قاعد باقي لنا وندش الرياض؟ باقي لنا 2.5 ساعة. امور طيبه، كل شيء تمام. كل شيء دوم. شعار محرق دائما حاضر. محرقين يحبون الهلاليين. يا عليك، ذوق، كله ذوق في ذوق يعني. زين، والكور مال تليفونك ذوق بعد. ايش رايك؟ اكو عليه بعد. اعظم في كرة القدم. لا السلامة يا شباب، وصلنا الرياض. والعنود تعبان شكله. لا انا مستمتع يا السايق. مستمتع بس ما يدري مشكلته. شوي لك عليه. ولا كأمانة. سيفتي. قلت لك هو عليك الخطوط، هو ذي يموت على الخطوط. شوف شغفها في الحياة الخط والعيش واللحم. اكثر شيئين يحبون في حياته ترى. سأله سيدي ودونا زاد السلطان. شوف لك ايش تبي بعد. العنوان معروف. سيدي شوف شلون وجه انشرح اصلا. ما يحتاج يشاوركم الموضوع. ما في مشاور. حتى الاوردر لا احد يتشرف. شوف بس روح قعدن. اقعد ووكل. اي بس. وصلنا الملعب قبل ساعة من بداية المباراة. طبعا مبكرين بعيد وانت ماشي. الله يسهل الامور. لا مو ساعتين، باقي ساعتين. الساعة 7 احنا، مباراة الساعة 9. يعني ما قلنا يمكن 10 دقائق نكون داخل الملعب. هاي كبير. هلا كبيري. شلون التجربة كأول مرة؟ والله تجربة حلوة. ايه. طبعا فريقين بيلعبون
لازم اعطيك النتيجه. ايه يلا قول. 2-1. حق مين؟ بعدين بقول لك حق خايف؟ نص المباراه بقول لك حق مين. نص المباراة بس خلصت المباراة نص المباراة. لا يفرق. 2-1 هي. زين اوكي. يومين انت اليوم؟ تشجع مين؟ هذا يصلخون يلد رابعك. اسالك. يصلخون اليلد لا ما حد يصلخ يدك. تشجع مين عادي؟ يقولون له 50 دينار تكه. الهلال جايك باقصى قوة، فايز 9 وناوي عليك اليوم. هذا العالمي طال عمرك. هذا العالمي وراح نعطيهم 5-0. 5-0؟ ايه معقولة؟ اي بالله. ليش التفاؤل؟ 5 اوكي تفوز اوكي. هذا العالمي طال عمرك. في ملعب الهلال وكل شيء. والله لو انه في ملعب مدريد هذا العالمي طال عمرك. لا الله تقدر 5-0 معقولة؟ اللي ما تنام عينه. ليش هالكثر متفائل؟ معي لعيبه طال عمرك من نجوم العالم. والهلال عنده لعيبة من نجوم العالم. لا هذا النصر هذا العالمي. وهو متصدر. ان شاء الله ان بعد الفوز هذا راح اذا فاز عليك ترى يروح عنك 7. لا ان شاء الله مو فايز باذن الله. اكيد 5 تقول؟ 5 باذن الله. تلاقى هني بعد المباراة. بعد المباراة هنا 5 خلاص. يا مرحبا. الخوي يقول 5. والله طبعا ما اعرف من وين جاب التفاؤل. والله احنا متعودين طبعا من يوم السنين احنا نجلدهم. ايه ابد. بس فاز عليكم بالعربيه، ترى في نهاية العربيه فاز عليك. احنا واثقين فيهم. خذ منك العربيه خطافه خذ. وديه هذه وديه فاز عليك وديه ولا غير؟ شاف نردهم الليله. نردهم الليله. فاز علينا بطوله وديه ما يحترم فيها. ما عليك نهائي كاس وخطف منك كاس. لعب 10 لعيبه ما عندنا مشكله. بس احنا اخذناه نطلعه من الدوري واشياء سابقا في الماضي وراح نخلطه مره ثانيه وثالثه. ما حضر غير. لا ما في. جابوا نجوم العالم الليله. يكفي انه سالم ينافس كريستيانو بالهدف هذا يكفي. هذا اللي يكفي ما عندنا شيء. يقول 5 هو يقول. بطولة العرب خذناها عليهم. يقولون وديه. شو تقول انت؟ ودية هذه بطولة العرب. هذه شرف. نخرج العلم. شنو؟ نخرج العلم ثاني. اليوم ايه نخرج. يفوز عليك الناصر اليوم. متعودين نفوز عليهم. لعبات فقراوية عارفينهم. فقراوية. من فقراوي؟ مين؟ هذول فقراوية. النصر ضد النصر تلعب اليوم. عارفينهم من ايام صغير الرياض يلعب معاي. صغير الرياض. مين الكبير؟ الكبير الهلال. زعيم. هذا وينه؟ تعال. ان شاء الله الهلال باذن الله. النصر جايك بقوه وكريستيانو هداف الدوري. لا هداف الدوري كريستيانو صح؟ ما عليه. ايش شنو ما عليه؟ ما عليه. عليك اليوم بعد. ما عليه متر يجيبه متر يجيبه ما عليه. كم فايز اليوم؟ اتوقع 2-0 الكاس. هذا واحده. هذا شغل. رافع رايه الهلال. بس البليه اليوم شكله ما راح يقدر يخليه في الملعب. ها؟ لا بخليها باذن الله بخليها. النصر جايك بقوه وفايز على كل الفرق. صح هذا كلام مختلف فيه. بس الهلال من بداية الموسم ولا خسارة. اليوم يمكن أول خسارة. لا بإذن الله. أنا واثق في فريقي. ليش واثق؟ لأن الهلال يعطينا شخصية. نيمار غايب عنك اليوم. عادي ما يهمني والله لو يغيب الفريق كله ونلعب بالدكة عادي. أنت مريح بس يومين لسه جاي من برا مريح يومين بس. صح. والناصر مريح أكثر منك. بعد بنفوز. كم النتيجة؟ إلى ضغط النصراوية. بتجي 3-3 2-2 ولا يعني ضغط الهلال وما شد النصر بتجي 2-1 أو 3-2. يعني أنت فايز أو متعادل ما تخسر اليوم؟ أكيد ما أخسر بإذن الله. باقي أتشرف طال عمرك. مبروك الفوز، ثلاثية وصدارة أو مواصلة الصدارة وميسي في الموضوع. طبعا هذا مو شيء جديد صراحة. يعني النصر فريق من يوم أيام الطفولة صراحة تعودنا على المستوى هذا والفوز دائما. النصر فريق ترى من يوم ما عرفناه جاهم رونالدو وقالوا والله رونالدو ما ادري وشو احنا عندنا رونالدو. النصر نفس ما هو مكانته تحت، الهلال فوق، صدارة بس. زين ثلاثيات وصدارة وأهداف شنو؟ الحمد لله طبيعي، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. الهلال كعادته متفوق على جميع الأندية بمراحل وإثبات الانتصار اللي قدامه شفته في الملعب 3 مع الرحمة والرأفة. يعني حنا ضيعنا في البداية، شفت اللعب كيف أنت ضيعنا بس عوضناها في الشوط الثاني الحمد لله وصدارة بس. ما حسينا ان الهلال مرهق اليوم بسبب
ان لاعب مباراه قبل يومين. الهلال فريق كبير ومتعود على الضغوطات وهذا طبيعي، ويعني احنا متعودين، عرفت، بما انه فريق كبير فالحمد لله. اللهم لك الحمد. المبروك. الله يسعدك ان شاء الله حبيبي. مبروك، فوز واجواء جماهيريه وثلاثيه وصداره، مواصله الصداره، يعني ليله هلاليه بامتياز. اول شيء الله يبارك فيك، هذا اول شيء. الشيء الثاني الجمهور هذا كله لازم يفرح، من جد لازم يفرح. في صوت يعلى على صوت القوة الزرقاء؟ مستحيل. القوة الزرقاء دائما صوتها عالي. احنا سمعنا منهم هاتوا الهلالي وهاتوا الهلالي. قلنا وش نجيهم الملعب نشوف في حاجة ملعب ولا لا. جينا عطناهم 3 هدية. طبعا هدية وش؟ هدية كريستيانو. اللي يقول ما شاء الله قوي وفخرين فيه. خذ 3 هدية. قالوا فزنا عليكم بالبطولة الودية. قلنا عادي، تعال بالميدان. رديناه في الميدان. الحمد لله. أقول لجمهور الزعيم ألف مبروك. 3 نقاط. تعال 3 نقاط مهمة والقادم أجمل يا جمهور الزعيم. Amazing game and 3 goals for Hilal. It was unexpected result. Yeah. What do you think about the game? It was unexpected result for me. I didn't saw that they will win with such a big result. Why you support Hilal? Why you support Al Hilal? It's a secret. Huh? It's a secret. That's it? Or because Metro play with them? Yes. And Savage also? Yes, also. Yeah, you enjoyed your time here? Yes, it's very nice here. See you. Bye. Bye. ليش تبي تضبط عمرك؟ انت فايز 3 ومتصدر. والله مستانس يا ربي لك الحمد وفوز مستحق وفريق والله ما كنا نشوفه شيء صراحة يعني، لكن الحمد لله. ليش ما تشوف هالشيء؟ الفريق قاعد يفوز، كان فريق يا طويل العمر والسلامة لا يقارعنا بالبطولات ولا يقارعنا بعدد البطولات بشكل عام، كل شيء جماهيريا، بس جماهيريا النصر ند للهلال، اما غيره الهلال متفوق عليه. والهلال انا ارجع واكرر مو مكانه الشرق الاوسط. الهلال وين يروح؟ الهلال اوروبا. والله اوروبا يعني خلصتوا على اسيا بعد تروحون حق اوروبا والله اوروبا. ميسي اليوم حاضر وياكم، شو السالفه؟ وين ميسي؟ ما شفت انا. ميسي لو درينا ما يجي. لا يجينا شيبي. الجمهور كله يقول ميسي. لا احنا نقول انا كادف رونالدو. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يسعدك. 1 ديسمبر طقينا الاصفر. نبي جمهور. تعالوا 1 ديسمبر تعالوا يا رابطة يا هلال، تعالوا 1 ديسمبر ربينا الاصفر. ترى الليل يا ابو 3 يا عيال دقيقة ترتبوا دقيقة يا عيال. 1 ديسمبر ربينا الاصفر. اوكي يلا 1 2 3. 1 ديسمبر ربينا الاصفر. 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 فقراوي وينه؟ كسرنا عينه. يا رجال ابو 3 كلهم. ايوه تعال هنا تعال حبيبي. هنا عطنا لحظه. شوف الاضاءه شوف الاضاءه زرقاء لعيونكم. شوف الاضاءه زرقاء. سؤالك يلا بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بار. وين كريستيانو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ضاري احمد. مبروك فوز الهلال يا عيال. تستاهلون اكثر. تستاهلون اكثر ان شاء الله. يا عيال وين اللي قالوا هاتوا؟ ما اسمع صوت احسكم.
وتوفي برضو تعالنا والديهم ودعسناهم اليوم لا والله ما هي كبيرة. مو كبيرة، 3 مو كبيرة، تبي أكثر يعني كذا؟ لا ما ابي اكثر، ما ابي اكثر. كل واحد وظروفه. جانا ظروف، عندنا ظروف في المباراة. شنو ظروفك؟ قول لي. ايه والله ما ندري ايش الظروف. الله يعلم الظروف. شكلك كلاني صح؟ لا اسالك والله، انا مجرد اسال. مبروك متعني من البحرين، والزعيم يستاهل وفرحك. الحمد لله والله ما قصر الزعيم، وهي دائما نثق فيهم احنا من البحرين لهني ما قصروا والله. ايش معنى الهلال؟ ايش معنى اخترت الهلال؟ من الطفولة والله الهلال زعيم. ايه زعيم من الطفولة. من اللاعبين بالفترة ها؟ من اللاعبين اللي تتذكرهم يوم كنت صغير، اصغر من كذي يعني، انت صغير للحين بس اصغر من كذي. توغو نيفز. ايه طارق التايب. يا سلام وايد لاعبين. ايه شلون بعد؟ الوالد له دور في هالسالفة؟ والله الوالد نصراوي بيني وبينك. صدق والله؟ اي والله. وهو جايبك والله؟ هو يبني بعد. عوري هنشوف الطريق شلون؟ من خشب الجماهير بعد. لا وليش ما لبس الاصفر من النصراوي؟ خايف. خايف. تعال يا النصراوي حياك. تعال يا العالمي تعال. تشرد تعال. انت ايش معنى تشجع الهلال؟ انا نصراوي بس مسوي روحي هلالي. شلون؟ مرة يعني قلت بقطع مع ابوي الوالد. نصراوي لابس تيشيرت الهلال وسكارف الهلال وكل شيء. يعني كأنك فرحان بعد. انا الصراحة يعني حاسس بقلبي ان الهلال بيفوز. اذا خايف من المباراة. اي الصراحة يعني الهلال بعد خطيرين يهاجمون تيكي تاكا يعني الصراحة خطيرين. هلالي نصراوي بس يعني متقمص. لا نصراوي هو مش محايد، بس كان حاسب بالخسارة فلبس الهلال. على افرح. بصراحة فزنا بالتحكيم زي كالعادة. ما في شيء جديد. هذا مشجع نصراوي، هذا متقمص شخصية الهلالي، هذا اللي متقمص. بالضبط. اليوم الهلال زي العادة، زي عادة سنوية. نفس ما قلت زي العادة بالتحكيم. يعني 3-0 بالتحكيم. هدفين صحيحة، شلون تنلغي زي كذا؟ هدفين صحيحة وبلنتي صحيح ما احتسب. يعني كانت 3-3 بس. لا المفروض هدفهم الأخير تسلل. كيف يلا خلصوا ما عليك. النصراوي دائم كذا عذر التحكيم، تسلل، بلنتي مان حساب، هذا اعذارهم دايم. اما الهلال يجي رده بالملعب، يجي رده بالاهداف، رده بالبطولات. ما اقدر اقول شيء عن النصراويه الصدق والله. مشجعين فوز العوده صار كالعاده والله. وبس والله هذا اللي حبيت اقوله. اول شيء جو قالوا لنا النصراويين تعالوا الملعب هات الهلالي. انا جيت الملعب للاسف ما شفت النصراويه، ما شفت احد في الملعب. انا ما ادري وينهم كانت انتهت 3-0 علق الهدف. ابي احس بالمنافسه شوي بمنافسه. اعطني هدف بس ما اعطيتني شيء في الملعب. مره ثانيه اقول لك جيب فريق جديد وتحداني عشان تنافسني، تهدف هدف ولا هدفين، واظل انا دايم كعبي فوقك. هذا الهلال كبير اسيا وكبير السعوديه طبعا. الهلال من يوم كبير. تعال قول الهلال معروف. 1000 مليون تريليون مبروك للامه الهلاليه. وانا امس منزل مقطع وجاي له حلة شنب يموس اذا النصر فاز على الهلال. بتخليه الشنب، بتخليه للابد شكلك. لا النصر لعبتنا ترى. النصر لعبتنا. حن مين الدون؟ هم يتكلموا عن الدون، مين الدون؟ مين يتصل لك الدون هاي؟ هذا هو. خله يتبتبت. عز يا الهلال عز. يا ابو ثلاثة سار الليل، يا ابو ثلاثة. ألف مبروك للهلال وجمهوره. هذه شخصية البليهي اللي فرضت نفسها، لا الدون ولا غيره. في حضرة البليهي لا الدون ولا غيره. شكرا على البليهي، والله شخصية عظيمة جدا، شخصية اللي صعبة على غيره. عوض خميس وغيره اللي يقول ما أقدر أرتقي الكرة على مني، هذه شخصية البليهي اللي صعبة على عوض خميس وغيره. اللهم لك الحمد، وشكرا يا بليهي وشكرا يا هلال، وألف مبروك. هذا اللي أقدر أقوله خلاص.